السلام عليكم. كان جالنا سؤال عن الصفحة في كومنت وحبيت أرد عليه بنفسي يعني فيديو توضيحي شوية. هو جاي من الأستاذ خالد منعم بيقول: دكتور أحمد، معذرة للسؤال ولكن لماذا أصبح الطب مهنة وليس رسالة؟ لماذا يذبح الطبيب المريض بفرض مبالغ باهظة لإجراء عملية مياه بيضاء يتراوح سعرها بالآلاف من طبيب لآخر حسب شطارة فريق التفاوض وجهل المريض بسعر العدسات، ولا أحد يراعي المولى عز وجل في مريض يبيع تحويشة عمره ليعود له الإبصار، وبالطبع لا يرى الطبيب سوى الأموال فقط. طيب، هو الأستاذ خالد وهو بيتكلم يعني لمس كذا نقطة. احنا دلوقتي عشان تعمل عملية في عندنا كذا طرف، في عندنا المريض والدكتور والمكان اللي هنعمل فيه العملية والآلات اللي هنستخدمها والأجهزة في إجراء العملية. هو دايما كل واحد يبص من وجهة نظره بس، يعني المريض بيقول والله أنا هدفع رقم كبير عشان أشوف، عشان أعمل عملية وأشوف كويس. هل فعلا العملية اللي أنا هعملها قيمتها تستاهل الرقم ده ولا لأ؟ وهو في وجهة نظره إن الدكتور أهم حاجة عنده الفلوس، مش شاغل دماغه قوي بإن العيان هيشوف إيه أو نتيجة العملية بعد كده. عشان كده بنقول دايما إن علاقة الطبيب بالمريض معقدة شوية، لازم تكون مبنية على الثقة. فلو أنت عندك مبدئيا أي شك في الدكتور بتاعك إن هو أهم حاجة عنده الفلوس وبيقول لك كده حسب شطارة بقى فريق التفاوض زي ما أنت قلت، أو إن هو بيدفعك الفلوس حسب ما يقدر يدفعك، ما تعملش معاه العملية ده مبدئيا. طيب، هل معقول كل الدكاترة كده؟ ما أنت بتقول إن الأسعار كلها كده، ده أكيد مش حقيقي، أكيد في دكاترة عندها ضمير وناس بتشتغل كويس. بس هو للأسف الطب كدراسة كأداء خدمة مكلف جدا. يعني هي الناس بتبقى فاكرة إن الفلوس بتروح للدكتور، لا، أنت عشان تاخد خدمة كويسة في جزء منها شطارة الدكتور. شطارة الدكتور دي لوحدها بفلوس، إن هو الدكتور عشان يتعلم ياخد شهادة، يعني عشان نسافر بره يحضر مؤتمرات، أي حاجة، كل ده على حسابه الخاص. حتى الشهادات العادية الماجستير والدكتور كل ده على حساب الطبيب الخاص. عشان تاخد زمالة بقى من بره ده هيك هتدفع بالدولار رقم أعلى وهكذا. فبقى تحصيل العلم مكلف جدا. طب هم الدكتور هيحصل العلم ليه لو مش هياخد قدامه مقابل؟ فده بالنسبه للدكتور. طيب، امتى بتبقى عايز دايما كمريض تاخد احسن نتيجه وتقول انا عايز اشوف كويس، انا قريب عامل وشاف كويس، انا كذا؟ هتاخدها ازاي برضه؟ هل الشركه اللي بتصنع العدسات، الشركه اللي بتصنع المستلزمات مش عايزه تكسب؟ عايزه تكسب، وللاسف الحاجات دي مستورده، وكل ما الجوده بتزيد زي اي حاجه في الحياه كل ما سعرها بيزيد. فانت بتدفع فلوس كتير، المفروض تاخد مقابلها جوده ترضيك. طيب انا يا دكتور مش قادر، طيب اعمل كذا. عشان كده عندنا بدائل مستشفيات الجامعه، مستشفيات الحكومه، في حاجات تانية. انت بتقول ممكن تكون اقل، ما هي عشان تخدم عدد كبير بيضطروا يستخدموا خامات اقل شويه. وكل الحاجات دي متاحه قدامك. يعني انت زي ما بتشتري عربيه، عندك عربيه من اول سين لغايه 10 سين. طيب هل معناها ان كده ان اللي بيبيعوا ب 10 سين دول حراميه اكتر والتانيين دول كويسين؟ لا، هي كل واحده وقيمتها. انت ما تحكمش من الموضوع من الشكل الظاهري او من وجهه نظرك كمريض بس. الموضوع عشان انت تحصل على نتيجه كويسه وجوده كويسه، الكلام ده ليه سعر. مفيش حد هيقول لك انا هعمل لك عمليه مجانا وهديك نفس السعر، او هعمل لك عمليه بتكلفه سين والدكتور الثاني قال لك 5 سين وهو اصلا نفس الجوده. مستحيل. ممكن انا اقول لك هعمل لك عدسه امريكي بس ما يزعلكش امريكي، انت مش هتعرف، واديك سعر مغري فانت تفرح وتقول الدكتور ده طيب وكويس وبيراعي الغلابه، الدكتور الثاني ده جشع وعنده كذا. الحين الثاني كان امين معاك وفعلا كان هيسمع لك العدسه اللي اتفقتوا عليها. عشان كده بنقول ان الموضوع لازم يكون مبني على الثقه، وبتقعد مع الدكتور وبتشوف في الاخر ايه انسب حاجه لحاله حضرتك. فمش عايزين يبقى فيه اتهام لا من الطبيب للمريض ولا العكس، ان الدكتور يبقى هدفه انه ياخد فلوس من المريض بس. بالعكس، احنا بيبقى هدفنا دايما نبني ثقه بيننا وبين المريض الاول قبل اصلا ما نتكلم في موضوع الفلوس. وطبعا لو بايدنا كدكاتره نعمل لكم كلكم العمليات ببلاش.